وصلت لغايه الحدود، رجلي الشمال ارتعشت، فكلمتها قلت لها هتثبتي معايا اهلا وسهلا، مش هتثبتي هقطعك من هنا ادخل من غيرك، لان مفيش تراجع، هدف وهو الثأر لكرامة الإنسان العربي المسلم من أولئك الصهاينة قتلة الأنبياء. يعني أنا مش هقدر أقول هم إيه بالنسبة لنا، لأن تاريخهم كله من أول للآخر أسود، في حالة السلام وفي حالة الاستسلام اللي احنا كنا فيها تاريخهم كاملة أسود حتى آخرها تجارة المخدرات و تاريخ طويل. دخلت نطقت الشهادة ودخلت، طبعا أنا راسم لنفسي خط سير مكان كمين، دخلت جري خط السير مكان الكمين، بكمن برقد على مكان الكمين، أنا منقيه في المنزل بعد مني هنا، أنا واقف لهم في 3/4 المنزل، بعد مني ب30 متر ملف، هيجي الأتوبيس بسرعته هضربه، المفروض هنا بعد ال30 متر هيلف، هيكون السواق ميت مش هيلف، هيتقلب في الوادي، هلحقه انا ال30 متر بعد ما الاتوبيس يكون قلب قلبه والثانيه اخلص عليهم. وده كان التصور الاساسي. ده التصور اللي حصل بقى ايه يا استاذ؟ اللي حصل ان ربنا سبحانه وتعالى بعت العربيه، اول عربيه تويوتا ربع نقل تبع الامداد والتغذيه، برقد الجربنديات هنا، برفع جسمي كده عشان العربيه دي كانت خارجه من بوابه الامن قبل الاتوبيس بدقيقتين او دقيقه ونص، برفع عشان ارفع الجربنديات عشان اتمكن من الرقود. لمحني دماغي سمره فوق الكنر الحديد، داس بنزين، فارتميت على البندقيه، طلعت البندقيه وبغريزه التوجيه نشنت على وش العربيه، دفعه تانية في الباب من تحت، دفعه ثالثه، كملت معاه وانا بلف اسطوانه، وهو في ال25 متر خلصت الخزنه، بغير الخزنه، في ال25 متر عربيه تانية طالعه جايه تعدت الملف وطالعه. العربيه دي جيب مجهز شفر 2 جهاز، ال2 جهاز في اللغه العسكريه احنا عارفين ان هي تبع مخابرات جيش الدفاع الاسرائيلي. سرعتها تذكرت قول الله تعالى وما رميت إذ رميت، لأن أنا ما لحقتش أنطقها ولكن الله رمى، تذكرتها وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ونشنت على وشه دفعة تانية، دفعة في وش العربية على مسافة 4 متر، وقفت. طلعت من مكاني في العمل العسكري اسمها هجوم وأغارة، تطهير من خلف العربية، لأن أنا قاعد كده اللي يهاجمني من هنا لغايه هنا انا صيده بالراحه، انما اللي يهاجمني من هنا عبال ما الف له كده صعبه جدا، فانا بجيله من ايه؟ من ورا اللي هي التطهير والغاره، بخلص بالبندقيه، ببص طلقه وبوز البندقيه في الازاز، طلقتين تاكيد، هو ماسك كده الرشاش العوزي وماسك كده أكرة الباب، طلقتين تأكيد هنا، لفيت له بعد ما اديته طلقتين تأكيد لقيته عميد في مخابرات جيش الدفاع الإسرائيلي. ده بعد كده عرفت ان هو واحد من 5 في مفاعل ديمونة النووي. ربنا أكرمني، رجعت مكاني، الباص الأولاني بتاع الفنيين والعساكر، نشنت عليه، تذكرت قول الله تعالى وقلته، ودخلت السواق في مسطره متدرجه، هو هياخد بقى الايه السيناريو اللي انا رسمه. بس كانت الخطه ان لو الاتوبيس ده عدى، لان هم اتوبيسين، واحد فنيين وعساكر وواحد ضباط، فباينين الاتوبيسين، لو جه الاول اتوبيس الفنيين والعساكر هسيبه يعدي علشان ما يشغلنيش وما تشغلش معاه، انا عايز اتوبيس الضباط، بس مع وجود دول ما ينفعش اسيبه يعدي. نشنت عليه، ضربت، عدى بيني وبينه، مكمل معاه الخزنه قص بعد ما دخلته في مسطره متدرجه للرمايه، غيرت الخزنه وطالع من مكاني، اديته طلقتين تاكيد بعد ما اترمى قدام وش مني على الارض. لا انا اتفضل كملي، وعايز اعرف راح ضحيتها قد ايه العمليه دي؟ العمليه بعد كده جه اتوبيس طبعا الضباط، فهماني، بعد اتوبيس الضباط اشتبكت بقى مع اول اتوبيس الضباط في حركه وهي استقطاب خصم في نص العمليه، لان انا كنت مكشوف في نص الاسفلت جنب العسكري الاسرائيلي، وببص لقيت الاتوبيس ظاهر في نص الاسفلت، فتصرف سريع، انا لو نطيت الناحيه دي او نطيت الناحيه دي هيكتشفوا امري
الاتوبيس هيرجع ريفيرس لورا، هيختفي عني وبعدين ينتشروا، مش هقدر عليهم، مش انا عايز المهم كلهم جوه الاتوبيس. فتظاهرت ان انا مصاب، استخدمت موقع العربيه الجيب وموقع الاتوبيس اللي مايل كده بالعرض ان انا مصاب، ورحت مميل ايدي ورا ظهري، مخبي البندقيه في استقامه رجلي وداخل عليهم بعرج فاطمنوا وقربوا. نزلوا المنزل، بقت المسافه بيني وبينهم يعني تسمح لي ان انا افرق لون لبسي ولبسهم، ورحت هاجم عليهم ضارب. اشتبكنا مع فرد الامن، خلصت على الاستاف اللي قدام كله، اشتبكت مع 7 ضباط، اشتبكت طول الاشتباك وخلصت معاهم 7 خزن، وربنا اكرمني وانا في حركه التفافيه جبت بقى لقط العسكري الاسرائيلي العجل اللي كان اساس الحكايه اللي كان اساس الحكايه كلها، وجبته وربنا اكرمني واديته في جسمه الصفه التشريحيه. بعد كده جاي 16 طلقه، منهم 11 طلقه في منطقه القلب، لان المسافه بيني وبينه 3 متر. هو فوجئ بيا من ورا العربيه طالع، لان انا في حركه التفافيه وواحد زميله بيصرخ اهو. هو خد رده الفعل بتاعت العربيه كده، رحت انا يا دوب حاطط البندقيه في صدره ومفرغ فيه الخزنه كامله. يعني انا عارفه انه مات في الحكايه دي 21 جندي، 21 ما بين جندي وظابط، واصابه 20. وربنا اكرمني ورجعت وتمكنت من الرجوع. انت ما كانش في ولا اصابه بالنسبه لك؟ لا، انا كان في طلقه واحده هنا لسعه واخدها من فرد الامن الاسرائيلي اللي كان في الاول. دي كان بعد في اول الاتوبيس الثالث كويس الرابع. وبعدين ورجعت تاني على رجعت بعد ما حصلت الدوريات اللي هنا اللي هي بتأمن الاتوبيس ورا، خافوا يجوا على الاسفلت واللي الناحيه دي جريوا مني. فتخيلي ان انا عسكري مصري بجري ورا العساكر الاسرائيليين وهم معاهم سلاح وبيجروا قدام مني على الاسفلت، ولكن كان طلوعي وراهم الدوريات دي تكشفني اكتر. فبقيت محاصر شبه في حاجه اسمها كماشه، وانا في النص هم عايزين يقفلوا عليا وانا بجري بفلت منهم ناحيه الجانب المصري. انا كان كل هدفي ان انا اجري وهيسيبوني واصاب واموت على داخل الحدود المصريه. فكان قمه املي ان انا اوصل داخل الحدود المصريه واستشهد داخل الحدود المصريه. ووصلت يا استاذ ايمن؟ ووصلت. وكان كل حرصهم ما يجروا عليا عشان يقفلوا عليا الكماشه، كان حرص ان انا اجري واموت جوه الحدود المصريه. هو ده اللي خلاني اخرج بسرعه جامده جدا من داخل الارض المحتله. يا دوب وصلت الحدود المصريه، دخلت حوالي 80 متر، ظهر الهليكوبتر الاسرائيلي طارد فيا مسافه بسيطه جدا لغايه اول الوادي، هي مسافه حوالي 80 متر. لا تتخيلي ال 80 متر دول انا ما كنتش بجريهم، انا كنت حاسس ان انا بقدف برجليا كده، بعمل كده، انا طاير. كم الذخيره اللي هم ضربوها عليا تعدى 980 طلقه، ومفيش حاجه منهم صابتك؟ والحمد لله هي طلقه واحده. يعني انا كان اللواء في اداره التخطيط بيرسم صوره كده، بقول له انا بعمل كده وحط حواليا 50 طلقه واعمل كده حط مكان الفراغ 50 طلقه. دي عنايه الهيه ربنا سبحانه وتعالى. كويس. وبعدين سلمت، انا عارفه سلمت نفسك بعد كده، ووصلت برضو بطريقه ما لمشروع عثمان احمد عثمان، مهندسين بتوع المشروع، وقاموا بعمل جليل وجامل جدا. عايز يبني، قلت له عايز اوصل للمنطقه المركزيه. قال لي طب ايه رايك تروح منطقه اجيب قياده المنطقه؟ قلت له تمام. بس انت ما سلمتش نفسك لوحدتك، للوحده بتاعتك؟ لا، لان الوحده بتاعتي هدخل جوه الجبل. فقالوا لي احسن بدل ما تدخل جوه الجبل يرجعوك تاني على المنطقه المركزيه، ما المنطقه المركزيه اهي اقرب عليها على طول، القياده بتاعتي المباشره افضل. كويس. رحت هناك، فاتجهنا للقياده المباشره. رحت هناك، قابلت اول ضابط الله يمسيه بالخير اسمه محمد المقدم، النقيب محمد المسيري. ده شخصيه رائعه، له كلمات ما زالت في يعني. قال لي، قلت له انا حاسبها ان انا شهيد وميت ميت. فقال لي ولنعتبر ان، قلت له سليمان خاطر قبل مني رحمه الله عليه، الشهيد سليمان خاطر. فقال لي لا، اعتبر نفسك يعني ايه شيء، والشهيد سليمان خاطر ده كان له ظروف وواقعه، ولكن انت خليك معانا واحنا هنحافظ عليك بعينينا وانت ساعدنا. فكانت توجيهات طبعا، وسلمت نفسي بعد كده لقياده الجيش الثالث. كم كبير من الضباط تعاملوا بروعه جامده جدا. قبل ما تكمل يا استاذ ايمن، انا عايزه اتوقف عند الوقت اللي دخلت فيه للارض المصريه بعد
يعني كل اللي انت شفته ده وكل اللي مريت بيه كان احساسك ايه؟ لا هو احساس رائع. انت عارفه مثلا ايه الانسان لما بيبقى في الحج عامل ازاي؟ المصري اللي ما حضرش ميدان التحرير والمصري اللي حضر ميدان التحرير، ده فرق في المشاعر بين الاثنين. انا يعني عارفه انا كنت بعمل عمل واحتسبه عند الله ان انا شهيد، فمش مستني من وراه. يعني ما كنتش انا وصلت المكان داخل الحدود المصريه، انضرب عليا طلقه وهي اسمها الطلقه القاتله. بعد ما قعدت تحت الشجره اول الوادي، الهليكوبتر رفعت الناحيه الثانيه، العسكري الاسرائيلي رقد على التبه اللي هم الاثنين اللي كانوا بيطاردوا ورايا، انا قعدت، هو ضرب طلقه. انا بحسب هروح فين؟ انا ما كنتش مخطط اصلا ان انا اوصل المكان ده. اطلع النقطه بتاعتي، هنضرب من ظهري، ادخل الوادي، هتحبس، اجري كده هطلع. فعامل كده بفكر، فبرفع دماغي، هبص نظره وداع للنقطه بتاعتي اللي كان لها منظر جميل جدا، فهو ضارب الطلقه هنا. انا برفع راسي كده وهي عامله كده، لمست الحته دي، هوا بارد محرك رموش عينيا، ومعديه خطفه بصري كده، معديه وضربه في الحص ومكسراه، وبعدين الصوت بتاعها وصل. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله هو الحامي يعني الحارس. الحارس. طب معلش لانه وقتنا للاسف بينتهي يا استاذ ايمن، انت سلمت نفسك، عايزه بقى سريعا كده نعرف بعد كده ايه اللي حصل. انا عارفه انك اتحاكمت وخدت 12 سنه سجن. اول قياده قابلتني كان اللي هو قائد المنطقه بتاعتنا، يعني حصل كلام كتير مفاده ان هو قال لي يا ابني انا هبعت اجيب الكاميرا. بعت جاب الكاميرا، قال لي انا هصور معاك صور شخصيه، الصور دي مش جهه تحقيق ولا حاجه، انا يكفيني ان انا اوريها لاولادي وافرجها لاحفادي، اقول لهم انا شرفت برئاسه هذا العسكري. احنا عندنا كتير زيك كده ايمن. قلت له ايوه في كتير، وفي عساكر عندهم وطنيه، وخير اجناد الارض الجند المصريين. طيب. ب1000 جنيه تفك عنه الازمه لفتره شهر. قال لها ايمن من 3 سنين برضو حصل وضع كذا كذا كذا، وجت قالت لي يا ايمن حصل كذا كذا. قلت لها لا. ونرجع، قالت لي اتصل بيه، وادتني رقم تليفونه وخلتني اتصل بيه. قلت له ارجع بقى اللي انت اديته. حصل، انا فاهمه قصدك، حصل متاجره باسمك وناس لموا فلوس باسمك وانت ما وصلكش طبعا حاجه من الكلام ده كله. بتشتغلي النهارده يا انا النهارده بشتغل سباك على ايدي كده، اللي بيطلبني في التليفون بروح اصلح له حنفيه. ايه اللي انت عايزه النهارده؟ كلمه اخيره ليك، عايزك تطلب اللي انت عايزه لان حقك تطلب اللي انت عايزه بعد اللي انت عملته. انا نفسي في حاجه. اتفضل. انا والدتي نحج، هذه السيده الرائعه، ممكن كلام الزوج طارق يدل، تعبت معايا تعب رهيب رهيب. نفسي انا وهي نحج بس، وشغلانه كريمه بس، وشكرا. ان شاء الله تاخد مش بس اللي انت طالبه، ان شاء الله تاخد اكتر منه كمان كتير، لانك تستحق يا استاذ ايمن. الحمد لله رب العالمين. انت شرفتنا النهارده. الله يخليك. وانا سعيده ان انا اتعرفت وقعدت مع حد زيك. الله يخليكي. الله يخليك. يعني غير اللي طلبه ايمن، وهو حقه يطلب كده واكتر كمان من كده. انا متاكده ان في ناس كتير هتكون مستجيبه للطلب ده، وناس كتير مش بس مستجيبه، هتكون متلهفه ان هي تعمل كده واكتر من كده لايمن. لكن انا مبادره تانية باطلقها من هنا من 90 دقيقه، انه يستحق. خلاص اذا كان القانون بيقول ان هو يتحبس الفتره اللي اتحبسها، اهو اتحبس وادى اللي عليه قانونا، بس هو لسه في جزء المفروض كان يتعمل له ما اخدوش، من حقه انه يتكرم. انا بشكرك جدا يا ايمن. العفو يا فندم. بشكرك. ودلوقتي هنروح لفاصل، بعد الفاصل 90 دقيقه مستمر. فكركم من النهارده ضيفنا هو وزير القوى العامله والهجره دكتور احمد البرعي، لكن بعد الفاصل خليك